بكم في ثالث مباريات الجولة 37 من منافسات دوري نجوم العراق هنا بملعب الشاب الدولي. لقاء يجمع ما بين نادي كربلاء ونادي النفط على تيم الشاب الدولي، وصافرة حكم المباراة حامد علي هي من تضبط هذا اللقاء، يساعده رحيم فليح مساعد اول، مصطفى نوح الحكم المساعد الثاني، بينما احمد جمعه حكم رابع، مهند مناف بغرفه الفار حكم للفار، ويساعده كرار عبد الكريم اي فار لهذا اللقاء. خلال مباراة اليوم مباراتين تنطلق بنفس التوقيت، مباراة ديالى ونفط البصرة، وهناك كربلاء والنفط. نادي كربلاء الذي حل ضيفا النادي الذي يصارع من اجل البقاء في دوري نجوم العراق، وبعد ان تم خصم 3 نقاط من نادي نفط البصرة بعد اعتراض نادي النجف، كذلك اصبح هناك امل لدى نادي كربلاء من خلال مباراة اليوم. هذا في حال اذا حقق بمباراة اليوم الانتصار، وفي المباراة القادمة امام الحدود يحقق انتصار، ممكن ان يضمن مباراة البلاي اوف خلال مباريات دوري نجوم العراق. وكذلك هذا في حال اذا تعثر نادي نفط البصرة في مباراة اليوم امام نادي ديالى. هنا بعد التدخل بالكرة الماضية مع اللاعب مشتاق طالب في اللقطة الماضية، وخطأ كان على اللاعب سامسون دير النيجيري. صافرة حكم المباراة تشير وجود خطأ بعد التدخل. اذا تشكيلة المدرب عباس عطية لنادي كربلاء، سلامة اللاعب مشتاق، سلامة يا كابتن. وايضا كذلك تشكيلة نادي النفط، كتيبة المدرب عادل نعمة بعد تجديد الثقة من قبل ادارة نادي النفط للكادر التدريبي والطاقم المساعد للموسم القادم. وهنا كذلك تشكيلة المدرب الكابتن عباس عطية، والواضح بالصورة الكابتن عادل نعمة باللقطة الماضية. نبدأ بتشكيلة الفريقين. كتيبة نادي كربلاء بالقمصان البيضاء اليوم، بينما نادي النفط باللون السمائي. بالحراسة عبد العزيز عمار لنادي كربلاء، محمد اوتارا، محمد سعد وصلاح حسن، احمد الوجيه، وكذلك حسن حمزة، عبد العباس اياد، نور المصطفى غانم، ومصطفى راضي، مشتاق طالب، اوس محمد. ها هي تشكيلة نادي كربلاء. انتقال لتشكيلة نادي النفط. بالحراسة وليد عطية، سامسون دير اللاعب الذي ارتكب الخطأ باللحظات الاولى، وكرار سالم، كرار الزاد، جويل تشوفه، ستار ياسين، محمد سادات، سامي هين، وليد كريم، وحسام جاد الله، وحيدر حسين. هي تشكيلة نادي النفط. هنا كذلك التوجيه من الحارس وليد عطية، لعب للقاسم والطلبة والديوانية. والنفط الآن على التنفيذ لمصلحة نادي كربلاء بهذه اللحظات الأولى والدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول لحساب الجولة 37 ما قبل الأخيرة. تنفذ أول أهداف المباراة بهدف أول لنادي كربلاء للعميد. يأتي أول أهداف المباراة من كرة ثابتة فعلها حسن حمزة، يدون أول أهداف اللقاء لنادي كربلاء. شاهد وضع هذه الكرة وين بعيدة على الحارس جدا، بهدف أول لنادي كربلاء بأول أهداف المباراة للعميد الكربلائي من اللاعب حسن حمزة، يدون أول أهداف اللقاء بالدقائق الأولى من المباراة بكرة ثابتة أسكنها الشباك في الزاوية البعيدة على الحارس وليد عطية، ويفتتحون التسجيل بأول أهداف المباراة لمصلحة العميد الكربلائي. نعم، نشاهد نادي كربلاء الذي اصبح لديه امل بالبقاء في دوري نجوم العراق من اجل ضمان الملحق، وكذلك يلعب مباراة البلاي اوف. نترقب ونشاهد هذا في حال اذا خسر الطرف الاخر نادي نفط البصرة مباراة امام ديالى، وتغلب نادي كربلاء من خلال مباراة اليوم، ويتغلب في مباراة القادمة سيضمن نعم مباراة البلاي اوف. هو عنده الان 22 نقطة، هذا في حال اذا حقق 6 نقاط سيصبح برصيده بالفعل نعم حبتي 28 نقطة بعد ان وصلت الكرة. نادي نفط البصرة عنده 29 نقطة كذلك بعد ان تم
خصم 3 نقاط من نادي نفط البصرة، أصبح ب 26 نقطة. هذا ما يأمل إليه نادي كربلاء من أجل أن يضمن الملحق في دوري نجوم العراق. والكرة وصلت، لكن لا زالت الأمور مستمرة في دورينا حتى الجولة 37 ما قبل نهاية دوري نجوم العراق، بعد أن حسم لقب الدوري وتم تتويج نادي الشرطة بهذه الجولة بعد فوزه على نادي الحدود ب3 أهداف مقابل هدف. انطلقت منذ يومين هذه الجولة. نعم، الزورات تغلب على الميناء ب2 مقابل هدف، والشرطة تغلب على الحدود ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. اليوم مباراتين، ديالى يواجه نفط البصرة وكربلاء هنا بمواجهة نادي النفط. لا زال كربلاء متقدم بهدف مقابل لا شيء. نتابع ونشاهد. وصلت الكرة الآن هناك بنقلة من كرار رزاق، تأتي العرضية وإلى خارج أرضية ملعب المباراة. كرة غادرت أرضية ملعب المباراة، نعم بعيدة إلى برا الملعب، غادرت. وهدف جميل كان من اللاعب حسن حمزة، سجل أول أهداف المباراة من كرة ثابتة لهذا اللاعب، وهدفه الوحيد هذا الموسم. اللاعب حسن حمزة سجل لنادي كربلاء العديد من الأهداف، 6 أهداف. هداف الفريق اللاعب عبد الله حسون المتواجد في دكة البدلاء، وكذلك اللاعب عبد القادر طارق ب5 أهداف. والمتواجد في التشكيلة اللاعب أوس محمد وحسين طالب ومصطفى راضي وأوتارا ونور المصطفى وكريم بن عريف الغائب على تشكيلة المباراة بسبب الإصابة. وهذه الكرة تعود، وأيضا كذلك بسبب تراكم البطاقات بعد أن عادت الكرة بمنتصف ملعب المباراة لمصلحة نادي النفط. من النفط عدت الآن النفط في آخر مباراة لعبها، تعادل أمام نادي الكهرباء بهدف لمثله. وصلت الآن بينما نادي كربلاء خسر في آخر مباراة أمام نادي نوروز بهدف دون رد. وتعود الآن بهذا التقدم ملعوبة الكرة إلى خارج أرضية ملعب المباراة. غادرت أرضية ملعب المباراة، طالت إلى خارج أرضية الملعب. لا زلنا نتابع أحبتي ونشاهد، هل ينجح نادي كربلاء بتحقيق 3 نقاط من خلال مباراة اليوم أم سيأتي الرد من كتيبة النفط وتسجيل هدف تعادل؟ نترقب من يتمكن من الانتصار من هذه المباراة من خلال أحداث هذا اللقاء. تنفذ الكرة طويلة الآن بهذا التقدم والارتقاء، كرة بالراس إلى خارج أرضية ملعب المباراة. تبعدت من اللاعب كرار باللقطة الماضية، أبعدها هذا كرار سالم لعب للحدود وتدخل وابعد تلك الكرة. هذا هو اللاعب سامسون دير النيجيري، لعب لنفط الوسط. هناك بخط الوسط اللاعب البوركيني ساميين سبق وأن لعب لنادي كربلاء، وكذلك اللاعب جويل شوف الكاميروني أيضا لعب لنادي كربلاء، واليوم يواجه فريقه السابق من خلال هذا اللقاء ما بين الفريقين. نتابع، تنفذ الكرة هنا بمنتصف الملعب، عادت لمصلحة نادي كربلاء. عبد العباس اياد اللاعب الخبرة يحاول الآن، بل انقطعت هناك من محمد سعد، وبنقلة باتجاه اللاعب صلاح إلى نور. عادت يا مصطفى راضي، وبمنتصف الملعب هناك نقلة من حسام جاد الله إلى وليد كريم، ولا زالت مستمرة. تعود بمنتصف ملعب المباراة. التقدم لا زال لمصلحة نادي النفط، يحاولون أن يعيدون المباراة للتعادل مرة أخرى بعد أن وصلت هنا الكرة تنقطع، والتقدم لا زال مستمر. هنا المرور، نور عدى مصطفى راضي، ماشي بالكرة يا مصطفى راضي، وتنقطع هناك من اللاعب سامسون باللقطة الماضية حتى عادت لمصلحة نادي النفط. ستار وبوسط الملعب محمد سادات لستار ياسين. ستار ياسين يحاول الآن من ستار ياسين بنقلة، عدت وللأمام. ستار ياسين لعب كذلك لأمانة بغداد ولنوروز. عادت الكرة مرة أخرى بمنتصف ملعب المباراة، ويعود لنادي النفط هنا بتمرير نقلة إلى أن وصلت الكرة والإبعاد. يأتي تتخلص من وليد، وعادت لمصطفى راضي، يلعبها مصطفى لنور المصطفى غانم، تتخلص يا نور المصطفى، وتعود مرة أخرى لمصلحة نادي النفط. سادات يلعب هذه الكرة، وعادت مرة أخرى حسام جاد الله إلى العادت مرة أخرى بمنتصف الملعب لستار ياسين. نقلة من ستار ياسين، حسام جاد الله خلف، حسام يحاول العبور بالمرور بهذه الكرة من حسام، لكن الابعاد ياتي من اللاعب احمد الوجيه. خلص الكرة في اللقطة الماضية من احمد الوجيه، وعادت لستار ياسين.
بوسط ملعب المباراة. تعود هذه الكرة هناك بنقلة. نلعب بالدقيقة العاشرة. نادي كربلاء 1 النفط لا شيء حتى الآن، والتقدم بهدف دون رد. هذا يعطي الأفضلية للفريق المتقدم بهذه المباراة، لكن نادي النفط الذي يسعى من أجل كذلك كسب النقاط الثلاثة والارتقاء بسلم الترتيب بما تبقي من أحداث دوري نجوم العراق. هناك عدة مواجهات، عدة لقاءات جمعت الفريقين. جويل تترك الكرة عند اللاعب جويل، شوفوا الكاميروني لستار ياسين لنقلب. نادي النفط لعب 36 مباراة حتى هذا الموسم، وهذه المباراة رقم 37. هنا المرور، حسام جاد الله يلعبها، وهنا التصويبة، هنا الهدف. الله، جاء هدف التعادل من سامهين البوركيني، يسكنها الشباك ويرفض الاحتفال. يعدل نتيجة المباراة لنادي النفط من سامهين، يعدل نتيجة المباراة. شاهدون التمريرة، هنا المرور بالوليد كريم إلى حسام، ويأتي سامهين ليضعها في المرمى ويعدل نتيجة المباراة لنادي النفط. يرفض الاحتفال أمام فريق السابق بعد أن عدل نتيجة المباراة. هدف التعادل ويعيد المباراة لتكون كف بكف. نعم، 1 النفط 1 كربلاء. حتى الآن عادت مرة أخرى بهذه الكرة. ملعب خالي من الجماهير. نعم، ملعب الشعب الذي توج فيه نادي الشرطة منذ يومين. هذه بعد أن وصلت الكرة، عدت الآن بهذا التقدم ولا زالت مستمرة. هناك بنقلة للأمام، أوتارا يلعبها بمنتصف الملعب. من أوتارا عادت المباراة للتعادل الإيجابي ما بين الفريقين. 1 لنادي النفط 1 لنادي كربلاء. سجل سامهين وسجل حسن حمزة بهذه المباراة من خلال أحداث الشوط الأول. هنا الإبعاد يأتي والكرة إلى خارج أرضية الملعب. خلال 36 مباراة لعبها نادي النفط، فاز ب 13 مباراة بينما خسر 9 مباريات وتعادل ب 14 مباراة. بينما في الجهة الأخرى نادي كربلاء هذا الموسم عانى كثيرا، لم يفز إلا ب4 مباريات، بل تعادل ب10 وخسر 22 مباراة خلال هذا الموسم. لازلنا نتابع. أحبتي نشاهد كرة بالراس وإلى خارج أرضية الملعب. هذه غادرت أرضية ملعب المباراة، فتشاهد الكرات تهدر والمحاولات لا زالت مستمرة من خلال أحداث مباراة اليوم. النفط يسعى لكسب النقاط الثلاثة ليرتفع رصيده للنقطة 56، ونادي كربلاء كذلك يطمح بأن يحقق 3 نقاط ليكون برصيده 25 نقطة بدلا من 22 نقطة. هذه عدت بوسط الملعب لستار، من ستار ياسين، المرور وإلى خارج أرضية الملعب يا ستار ياسين. الكرة أبعدت وغادرت أرضية ملعب المباراة. حتى هذه اللحظات لا زالت الأمور مستمرة بالتعادل ما بين الفريقين. لا زلنا نشاهد بعد أن وصلت بعد هذا التقدم الكرة لمصطفى راضي، وهنا تلعب تنفذ الكرة. عدت، ممكن أن يكون الثاني. الله، هنا يأتي الهدف الثاني من الجناح الطائر، فعلها مشتاق طالب. نعم، جماهير كربلاء مشتاقون لأهدافك يا مشتاق. والهدف الثاني لنادي كربلاء بثاني أهداف المباراة بعد هذا المرور، هذا الأسيست الجميل. هل كان مشتاق متسلل باللقطة الماضية؟ لا، بل ترك تلك الكرة مصطفى راضي لمشتاق، أتى من الخلف. شاهد هناك من خلف المدافع جويل ليسجل الهدف الثاني في المباراة لنادي كربلاء، وتصبح نتيجة المباراة بهدفين مقابل هدف. حتى الآن مشتاق يسجل الهدف الثاني في المباراة. 2-1 أصبحت نتيجة المباراة. نتابع أحبتي نشاهد، وهدف التقدم لنادي كربلاء لتصبح نتيجة المباراة بهدفين مقابل هدف. اللقطة الماضية
ماذا هناك ينتظر القرار في حال إذا كان مشتاق متسلل باللقطة الماضية، لكنه هو نعم حاول الهروب من خلف المدافعين بتلك اللقطة. الكابتن حامد علي هو من يضبط هذا اللقاء، من يدير أحداث المباراة وينتظر القرار بأن يكون هناك من غرفة الفار من الحكم مهند مناف وكذلك مساعد الفار كرار عبد الكريم المتواجدين بغرفة الفار. كربلاء عند مباراة متبقية الأخيرة أمام نادي الحدود، والنفط مباراة الأخيرة أمام نادي الزوراء. بهذه اللقطة شاهد الانطلاقة، هل كان اللاعب مشتاق متسلل بتلك اللقطة الماضية؟ نعم، لا وجود لتسلل وهدف شرعي لنادي كربلاء. إذن النتيجة 2-1 ولا زالت الكرة مستمرة بهذا التقدم. عدت وللأمام، المحاولة هنا مستمرة، تعود مرة أخرى. محمد سادات تلعب لجويل، شوف عدت وبنقلة تصل مرة أخرى. نشاهد هل يعود نادي النفط ويعدل نتيجة المباراة. تستمر الآن بهذا التقدم لحسام جاد الله مرة أخرى، اللاعب اللي صنع واللي ساهم بالهدف الأول، لكن الإبعاد كان من اللاعب محمد سعد. وبعد التدخل مع اللاعب حسام جاد الله بهذه اللقطة صافرة حكم المباراة كانت متواجدة وخطأ. شاهد هنا بهذه الإعادة للقطة الهدف. ستار على التنفيذ الآن بهذا المكان الخطير، ستار ياسين حتى الدقيقة 17 والتقدم لا زال لنادي كربلاء بهدفين مقابل هدف. هذا مشتاق صاحب الهدف الثاني في المباراة، وثابتة الآن لمصلحة نادي النفط. هي بهذه اللحظات محمد تترك الآن لوليد كريم. نشاهد تنفيذ هذه الكرة وهنا التصدي، لكن لا بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، لن يتصدى لها أحد وضاعت يا حسام. الكرة ضاعت على اللاعب حسام جاد الله، خلط باللقطة الماضية، لعب لنفط البصرة وعاد للنادي النفط مرة أخرى، لعب للطلبة، والكرة التي غادرت أرضية الملعب. شاهد حسام جاد الله هو ساهم في صناعة الهدف الأول وحاول أن يسجل الهدف التعادل، لكن ضاعت على حسام وإلى خارج أرضية الملعب. تبادل هذه الهجمات ما بين لاعبي نادي النفط ويحاولون الوصول لمرمى الحارس عبد العزيز عمار من أجل تعديل نتيجة المباراة قبل نهاية أحداث الشوط الأول، لكن التقدم بالأفضلية بالنتيجة حتى الآن لنادي كربلاء بهدفين مقابل هدف وحيد. كرة بالراس تتخلص لتعود مرة أخرى، هذه من سامهين، عادت محمد سادات لستار، وبمنتصف الملعب هنا لكربلاء من محمد سعد، يلعبها سعد هناك وتعود مرة أخرى. السادات هناك لوليد، وأخرى عدت لمصلحة نادي النفط، يحاولون الوصول للمناطق الدفاعية لنادي كربلاء، وخروج للحارس عبد العزيز، خروج لعبد العزيز عمار باللقطة الماضية. وعبد العباس اياد كان قريب جدا لتلك اللقطة من الحارس، وكان الاشتراك من اللاعب حسام جاد الله بهذه اللقطة. عبد العباس كان قريب ومحمد سعد كذلك مع اللاعب حسام جاد الله بعد الاشتراك مع الحارس عبد العزيز بهذه اللقطة. لازلنا نتابع أحبتي تقدم نادي كربلاء بهدفين مقابل هدف حتى الآن. هذه بعد أن وصلت الكرة وبعد أن عدت. نادي كربلاء فاز هذا الموسم ب4 مباريات فقط، وحقق الفوز على نادي الميناء بهدف دون رد، وفاز على الحدود أيضا 1-0، فاز على نفط البصرة بهدفين مقابل هدف، وفاز أيضا على نادي زاخو بهدف دون رد. هذه عادت الآن لتصل مرة أخرى. هنا التقدم عند اللاعب سامين، يلعب لمحمد سادات بمنتصف الملعب، والمرور لا زالت الكرة بالوسط. هنا التقدم مستمرة حتى هذه اللحظات. الكرة عند اللاعب كرار، يحاول كرار رزاق أن يتقدم بهذه اللحظات من كرار، وهنا تنقطع من أوتارا، أبعتها أوتارا وبنقلة طويلة. أوتارا تعود من سامسون دير، أم هذه لجويل شوف، أعاد الكرة جويل شوف لكرار سالم، كرار يعيد الكرة لجويل مرة أخرى، هناك باتجاه اللاعب النيجيري سامسون،
ديري هذا اللاعب اللي لعب لنفط الوسط في موسم من المواسم. والكرة بعد أن عادت الآن هنا التقدم، محاولة أوتارا تأتي بالإبعاد من أوتارا، لكن عادت مرة أخرى سامي هين يحاول البوركيني اللاعب اللي قلص النتيجة وسجل هدف نادي النفط، يسعى من أجل الوصول مرة أخرى من أجل تسجيل هدف ثاني. محمد سادات هناك ولا زالت الكرة بمنتصف الملعب، يحاول بالرقم 55 سادات يلعبها وتأتي العرضية هنا الارتقاء، يأتي الإبعاد جاد الله قريب والكرة تتخلص بنقلة طويلة إلى أن مضت وصلت هناك للحارس وليد، قريبة من وليد عطية. توجيهات الكابتن عادل نعمة. نعم، تجديد الثقة للموسم القادم بالكادر التدريبي لنادي النفط بالكابتن عادل نعمة والكادر المساعد، المدربين المساعدين للكابتن عادل نعمة للموسم القادم بعد تحقيق النتائج الإيجابية وكذلك ضمان المركز الثامن بسلم الترتيب لدوري نجوم العراق من هذا الموسم. استطاع أن ينتصر ب 13 مباراة وتعادل ب 14، خسر 9 مباريات فقط هذا الموسم. نعم، هو فاز على القرمة 2-0 بنفس النتيجة على نفط البصرة وزاخو وديالى والحدود، بينما فاز 1-0 هذا الموسم على نادي الحدود والكرخ والميناء وكربلاء في مباراة الذهاب والقاسم. هذه نعم لقطة الهدف الجميل والإعادة، وفاز كذلك على توك 1-0 وعلى نوروز. وصلت الآن بهذا التقدم ولا زالت مستمرة، بينما تعادل أمام النجف ونفط ميسان والقاسم وديالى والكهرباء ونوروز والنجف والقوة الجوية والقرمة والطلبة ونفط ميسان والكهرباء. خسر أيضا من نادي الشرطة هذا الموسم 2-0، خسر من القوة الجوية 1-0، من الزوراء 3-1، من الطلبة 1-0، من أربيل 2-0، من التوك 1-0، من زاخو 2-1، ومن الميناء 2-0. خسر أيضا في مباراة الإياب من الشرطة 4-0. كأقصى خسارة تلقاها هذا الموسم هي 4-0 من الشرطة. هنا التصويب وإلى خارج أرضية ملعب المباراة. وأكبر انتصار حقق هذا الموسم نادي النفط هو 3-2 على نادي أربيل خلال هذا الموسم. لازلنا نتابع بعد أن مضت وغادرت أرضية ملعب المباراة. شاهد هذه تصويبة اللاعب ستار ياسين التي غادرت أرضية الملعب. كل شيء مستمر حتى هذه اللحظات، بينما نادي نعم الكربلاء هذا الموسم خسر بخسائر عديدة ثقيلة، كأقصى خسارة تلقاها من زاخو 5-0، وكذلك خسر أيضا من نادي الشرطة 4-0، من القوة الجوية 4-1. هذه كأقصى خسارات تلقاها هذا الموسم. 3-1 من الزوراء، 3-1 من أربيل، و3-1 من النفط عفوا من نفط ميسان، وأيضا 3-2 من نادي النجف خلال هذا الموسم، و3-1 من الميناء في مباراة الإياب. نشاهد ونتابع. استطاع أن يسجل 23 هدف بينما استقبل الشباكة 58 هدف خلال هذا الموسم. وصلت الآن، عدت الكرة عند محمد سادات، يحاول التقدم والعبور من سادات، تمضي الكرة بمنتصف ملعب المباراة. الوصول هنا لمصطفى راضي، يحاول التقدم من مصطفى راضي، عادت لستار ياسين، من ستار مضت الكرة يا ستار ياسين والكرة إلى خارج. هناك صافرة تأتي أم الخطأ بعد التدخل باللقطة الماضية. شاهد خطأ على اللاعب مشتاق طالب بعد هذا التدخل مع اللاعب ستار ياسين باللقطة الماضية، وصافرة حكم المباراة متواجد. خطأ كان على اللاعب. لازلنا نتابع حتى هذه اللحظات. ملعوبة الكرة هنا الارتقاء وكرة بالراس، يأتي الإبعاد من أحمد الوجيه، أبعدت وعادت مرة أخرى، محاولة قريبة الآن، تترك الكرة وإلى خارج أرضية الملعب. صلاح يترك الكرة تغادر أرضية ملعب المباراة حتى هذه اللحظات، والمباراة لا زالت مستمرة بهذا التقدم أحبتي نعم هدفين مقابل هدف. والكرة التي وصلت، لكن المحاولات مستمرة بهذا التقدم، هي تستمر الآن. هنا العبور، هنا المرور
بعد أن عادت، والكرة التي وصلت هناك لمصلحة نادي النفط. سامسون دير أعاد الكرة، سامسون دير بهذه اللحظات من سامسون بنقلة تصل مرة أخرى، هذه بمنتصف ملعب المباراة. هنا التقدم، مصطفى راضي يحاول العبور، مصطفى راضي عدى لنادي كربلاء والكرة ضاعت إلى خارج أرضية ملعب المباراة، ضاعت على نادي كربلاء. وهذا نعم شاهد هنا غضب المدرب الكابتن حيدر عبودي بعد اللقطة التي أضاعها اللاعب مصطفى راضي، كادت أن تضاعف نتيجة المباراة بهدف ثالث لكنها مضت. شاهد هذه الإعادة وهذا هو المرور بعد الكرة التي مضت، كيف عدى كيف مر بالكرة، كان من الممكن أن يوثق هدف ثالث لفريقه ولكنها طالت وغادرت أرضية ملعب المباراة. نشاهد نتابع، لا زالت الأمور مستمرة بالتقدم لنادي كربلاء. أحبت نلعب الدقيقة 26 من أحداث الشوط الأول. كربلاء متقدم بهذه المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد، ويسعى من أجل الوصول لتحقيق هدف ثالث للابتعاد بنتيجة المباراة. لكن نادي النفط صاحب المركز نعم الثامن ب53 نقطة يسعى لتحقيق 3 نقاط للارتقاء بسلم الترتيب ليقفز بالمركز السابع مؤقتا، بينما يحتل المركز السابع حتى الآن نادي توك كذلك بعد أن خسر مباراته المؤجلة 2-1 أمام نادي أربيل لتلك المباراة المؤجلة، وهذه بعد أن وصلت الآن عدت لا زالت مستمرة والتقدم لا زال مستمرا ما بين الفريقين. هذه تستمر حتى هذه اللحظات. هنا الكرة تعود مرة أخرى، لازلنا نتابع، هي تمضي، هي عدت هناك عند اللاعب سامسون دير، يلعب سامسون بهذا التقدم والكرة تنقطع هنا لتعود مرة أخرى، ملعوبة بمنتصف ملعب المباراة. جويل شوف تتقدم بهذا اللقاء والكرة تصل مرة أخرى. هنا المحاولة عادت عند اللاعب سامسون، يلعبها لمصطفى، انقطعت من مصطفى راضي لأوس. هذا هو التقدم، أوس محمد يظهر الآن بتلك الكرة والعبور من عباس، يحاول أن يعدي بهذه اللقطة من اللاعب محمد لصلاح حسن، وعادت عند اللاعب محمد سادات، من محمد سادات تصل لمنتصف ملعب المباراة. جويل شوف كرار من كرار سالم، عادت يا كرار وما زالت بأقدام كرار سالم البحث عن مساندة، البحث عن رفيق، يلعب لسادات، من سادات لحسام جاد الله، تغيير مسار الكرة هناك بمنتصف ملعب المباراة عند اللاعب سامسون، نقلة طويلة للأمام وهنا الارتقاء بالرأس تتخلص من اللاعب صلاح حسن، أبعدها صلاح تبعد من دفاعات نادي كربلاء. كربلاء يحاولون من أجل الوصول والتقدم بهذه المباراة، لكن الإبعاد يأتي وهنا ضغط على المنظومة الدفاعية لنادي كربلاء من قبل لاعبي نادي النفط بهذه الهجمات، الاعتماد على مهارة اللاعب حسام جاد الله، وهناك وليد كريم وكذلك هناك أحمد. بهذه اللحظات عدت هنا التقدم، لا زالت هنا الافتكاك للكرة والإبعاد يأتي، وهناك راية من المساعد مصطفى نوح المساعد الثاني لحكم المباراة، هذا بكالوريوس تربية رياضية وكذلك نعم مدرس تربية رياضة، صاحب التولد 1991، واحد من حكامنا المميزين من ميسان، حكم شاب طموح. كذلك الطاقم المساعد من محافظة ميسان يساعده أيضا المساعد الأول رحيم فليح، كذلك بكالوريوس تربية رياضية يضبطون هذا اللقاء. رفقة حكم المباراة الكابتن حامد علي هو من يدير أحداث مباراة اليوم. من خلال أحداث هذا اللقاء لازلنا نتابع أحبتي نشاهد لقاء نادي كربلاء أمام نادي النفط من خلال مباراة اليوم، التقدم لنادي كربلاء بهذا اللقاء. شاهد هذه الإعادة بهذه الاستراحة القصيرة، استراحة تبريدية من أجل شرب المياه والعودة لمجريات الشوط. هنا كانت مطالبة كذلك باللقطة الماضية بعد هذا المرور، مطالبة بركلة جزاء، لكن هذه لقطة الهدف الأول بالمباراة من اللاعب حسن حمزة،
علقها حسن حمزة في مرمى الحارس وليد عطية، وافتتح التسجيل لنادي كربلاء بهدف روعة، بهدف جميل. نعم، أمام أنظار الحارس بطريقة جميلة من كرة ثابتة من اللاعب حسن حمزة، وضعها في زاوية بعيدة في سقف المرمى للحارس وليد عطية، وأعلن عن أول أهداف المباراة. من ثم عاد اللاعب سامهين وعدل نتيجة المباراة، وبعد ذلك جاء الهدف الثاني من اللاعب مشتاق طالب الذي أضاف الهدف الثاني لنادي كربلاء. شاهد هذه كذلك الإعادة لهدف التعادل من اللاعب سامهين بعد أن عدل نتيجة المباراة لنادي النفط. كيف هي الأمور اللاعب حسام جاد الله، وحاول بتلك الكرة اللاعب عبد العباس اياد أن يبعدها، لكن كان اللاعب سامهين هو الأسرع وهو الأقرب لتنفيذ الكرة من داخل منطقة الجزاء وتسجيل هدف التعادل بطريقة جميلة. وأيضا رفض الاحتفال بهذه الطريقة احتراما لهذا الكيان، لكيان العميد، لكونه كان لاعبا بصفوف نادي كربلاء. ها هي الروح الرياضية، وهذا هو أيضا الهدف الثاني بالمباراة لنادي كربلاء من اللاعب مشتاق طالب. كيف تهيأت الأمور بتمريرة رائعة من اللاعب مصطفى راضي، وصلت لمشتاق طالب وأعلن من خلالها عن ثاني أهداف المباراة لنادي كربلاء بهدف جميل لنادي كربلاء، حتى أصبحت نتيجة المباراة بهدفين مقابل هدف. لازلنا نشاهد أحبتي ونتابع أحداث الشوط الأول، والتقدم لا زال مستمر بهدفين مقابل هدف. ونعم، العودة مرة أخرى لنكمل مجريات الشوط الأول من خلال أحداث هذا اللقاء. المواجهة رقم 27 خلال لقاءات الفريقين ما بين نادي النفط ونادي كربلاء. فاز النفط خلال المواجهات ب13 مواجهة، وفاز كربلاء ب4 مواجهات. حضر التعادل ب9 مواجهات. هنا الركنية الآن لنادي النفط تنفذ، وهنا الارتقاء، كرة بالراس إلى خارج أرضية الملعب. غادرت أرضية ملعب المباراة، هذه كرة تغادر أرضية ملعب المباراة. نعم، بعد أن مضت وبعد أن غادرت أرضية الملعب ذهبت بعيدة. لازلنا نتابع خلال هذا الموسم نادي النفط قدم معطيات كبيرة، قدم مباريات كبيرة، تمكن من الفوز ب 13 مباراة، تعادل ب 14 وخسر 9 مباريات. نعم، لكن كربلاء كذلك تعادل ب10 بينما خسر الكثير من المباريات، خسر 22 مباراة. الموسم الماضي نادي كربلاء فاز ب8 مباريات، عكس هذا الموسم لم يفوز إلا ب4 مباريات، واستطاع أن يضمن المركز السادس عشر قبل نهاية الموسم الماضي بعد أن لعب 38 مباراة. هو فاز ب8 وتعادل ب13 مباراة بينما خسر 17 مباراة. أيضا استطاع أن يسجل 39 هدف بينما استقبل الشباك 60 هدف، كان برصيد 37 نقطة، عكس هذا الموسم لن يكسب إلا 22 نقطة. كذلك نادي النفط الموسم الماضي احتل المركز 11 بسلم الترتيب، لعب 38 مباراة، فاز ب10 وتعادل ب16، خسر 12، سجل 37 واستقبل الشباك 44 هدف بينما استطاع أن يجمع 46 نقطة خلال ذلك الموسم الماضي. لكن هذا الموسم كذلك يتوج فيه بطل النادي الشرطة للموسم الرابع على التوالي، السوبر هاتريك، بعد أن تم تتويجه في مباراة الحدود أمام الحدود بتلك المباراة التي انتهت ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. ونعم، الشرطة بطلا للدوري العراقي ل4 مرات متتالية، لن يفعلها أي نادي من أندية دورينا خلال المواسم الماضية. ربما بعض الأندية حققت الثلاثية بعدة مناسبات، فعلها نادي الزوراء في مناسبتين. نعم، حقق اللقب الدوري العراقي 3 مرات متتالية في أيضا مناسبتين، في موسم 93 94 وفي موسم 94 95 وفي موسم 95 96، وأيضا كرر هذا السيناريو وفعلها مرة أخرى 3 ألقاب متتالية، أيضا في موسم 98 99 وفي موسم
99 2000 وفي موسم 2000 2001. هذه المناسبات التي حقق فيها الزوراء لقب الدوري في 3 مرات متتالية، فعلها مرتين، وكذلك فعلها نادي الرشيد أيضا في 3 مرات متتالية، 3 مواسم يحقق فيها الدوري في موسم 86 وموسم 87 وموسم 88. أيضا نادي أربيل فعلها في موسم 2006 2007 2008، والشرطة يفعلها في موسم 21 وموسم 22 و23 وموسم 24 25. خلال هذا الموسم 4 ألقاب متتالية لنادي الشرطة، 3 مع المدرب مؤمن سليمان، 1 مع المدرب لؤي صلاح، عفوا 1 مع المدرب أحمد صلاح. أحمد صلاح في موسم 22 23 مع الشرطة حقق لقب الدوري، ومؤمن سليمان يفعلها 3 مرات مع نادي الشرطة، واستطاع كذلك أن يحقق بطولة كأس العراق مرتين، مرة مع الشرطة ومرة مع القوة الجوية، وحقق كذلك كأس السوبر العراقي مع نادي الشرطة. نعم، المدرب الأكثر تتويجا بالألقاب في دوري نجوم العراق 4 مرات هو الكابتن أيوب أوديشو، فعلها مرتين مع القوة الجوية ومرة مع الزوراء وكذلك مرة مع نادي الطلب. هذه عدت الآن من التقدم مرة أخرى، بل كابتن باسم قاسم كذلك 3 ألقاب مع تهوك والزوراء والقوة الجوية. كابتن ثائر أحمد كذلك أيضا فعلها مرتين مع أربيل ومرة مع الطلبة. تصل الآن بهذا التقدم ولا زالت مستمرة. حدثنا عن مدربين حققوا ألقاب دورينا الأكثر تحقيقا للألقاب، وكأول مدرب محترف عربي يحقق لقب الدوري ب3 مرات في دوري نجوم العراق أو في الدوري العراقي بصورة عامة. المدرب الوحيد هو الكابتن مؤمن سليمان يفعلها 3 مرات. هذه وصلت الآن، وعلى ما نقول نعم هو حقق جميع الألقاب في الدوري العراقي. هذه الكرة وصلت في الاتحاد العراقي من بطولة كأس السوبر وبطولة كأس العراق وأيضا بطولة الدوري لتعود مرة أخرى. هنا بوسط الملعب التقدم لا زال مستمر حتى هذه اللحظات. نادي نعم للنفط، هنا تعود لنادي كربلاء مصطفى راضي، عادت الكرة من مصطفى، هنا تخلص من محمد سادات، وهناك التقدم ملعوب الكرة لوليد، وبهذه الطريقة يحاولون العبور من أجل الوصول لتعديل نتيجة المباراة قبل نهاية أحداث الشوط الأول. سامي هين يلعبها من سامي هين، هناك لمحمد ستار، نقلة تأتي بعيدة على اللاعب ستار وتصل مرة أخرى عند اللاعب أحمد الوجيه لنور المصطفى، لكن انقطعت ولا زالت مستمرة بهذا التقدم. هنا العبور تعود لدفاعات نادي كربلاء. محمد سعد يبحث عن زميل وبنقلة طويلة الأمام، كرة بالراس تتخلص، وعادت هنا لمعاد يأتي من آيات عبد العباس آيات، أو هذا لا اللاعب محمد سعد اللقطة الماضية اللي خلص الكرة الماضية. سلامة اللاعب محمد سادات بعد التدخل باللقطة الماضية، أو اللاعب جويل. شوف هذا سامسون دير يقف ومشتاق وحكم المباراة للاطمئنان على سلامة اللاعب محمد سادات باللقطة الماضية بعد التدخل بتلك الكرة ما بين سادات ونور المصطفى غانم. هذا عنده هدف جميل في شباك نادي زاخو في الوقت القاتل، اللاعب نور المصطفى غانم. هدف الفوز كان لنادي كربلاء عن طريق هذا اللاعب في الوقت القاتل من الوقت الإضافي، سجل الهدف الأول والوحيد بتلك المباراة التي انتهت لمصلحة نادي كربلاء يومها. واليوم نادي كربلاء يسعى ويقاتل بكل ما لديه من أجل معركة البقاء، هي إما أن أكون في دوري نجوم العراق، إما أن أعود للدوري الممتاز. هذا ما يترقبونه جماهير نادي العميد الكربلائي من خلال أحداث هذا الموسم. كان موسم شاق على جميع أنديتنا، موسم فيه الكثير من التحديات، فيه الكثير من المواجهات الصعبة، لكن لن تنتهي الأمور. هذه كرة بعد أن وصلت، هناك عدت حيدر والإبعاد يأتي تتخلص إلى خارج أرضية ملعب المباراة. كرة غادرت أرضية ملعب المباراة يا محمد السادات، أبعدت إلى خارج أرضية الملعب. الغاني سادات خلصها
وبالوسط نقلة من جديد. هنا المحاولة عادت عند اللاعب نور، عدى بالكرة المرور ولا زالت مستمرة يا نور. المصطفى يحاول بأن يعدي لمشتاق طالب، مشتاق لكربلاء، مشتاق بهذه الكرة عدت الآن والابعاد يأتي من جويل، تشوف ومبعد الكرة من كرار، أبعدها كرار تتخلص عند يد عبد فرحان. أوتارا من أوتارا يلعب أوتارا لمحمد، من محمد سعد مرة أخرى، سعد لمشتاق، مشتاق يلعب هذه الكرة بتمريرة نقلة لنور. المصطفى عدت لمشتاق مرة أخرى، ممكن أن تكون في الهدف الثالث والكرة إلى خارج أرضية الملعب. ضاعت يا أوس إلى خارج أرضية ملعب المباراة. أوس حاول المرور، حاول العبور والهروب بالكرة هناك باتجاه المرمى بعد تمريرة اللاعب مشتاق، لكن سدد بتلك القوة وإلى أن غادرت أرضية الملعب. هذه كرة الشاهد كيف مضت وغادرت أرضية ملعب المباراة. نعم يا أوس محمد غادرت أرضية الملعب. أوس محمد عنده 3 أهداف هذا اللاعب، سجل في شباك الحدود ونفط البصرة وأربيل. حتى عادت الكرة بمنتصف الملعب مرة أخرى. نتابع، هذا مصطفى راضي، مصطفى راضي واحد من أبرز لاعبين نادي كربلاء هذا الموسم، اللاعب الذي نعم أبى أن يبقى بصفوف نادي كربلاء ولن يتخلى عن نادي كربلاء. هذه كرة أبعدت لما مر به من ظروف نادي كربلاء خلال هذا الموسم. نعم أجبرت النادي أن يكون في المراكز الأخيرة ومتذيلة الترتيب لدوري النجوم العراق، عكس الموسم الماضي كما ذكرت احتل المركز السادس عشر، لكن بهذا الموسم هو عانى كثيرا وخسر 22 مباراة. النفط الذي احتل المركز الثامن بترتيب الدوري، لا زالت هنا الكرة بوسط الملعب، سامسون بنقلة طويلة دير والارتقاء، وليد كريم هناك لحسام جاد الله تصل بمنتصف الملعب، سادات من هنا من هذا المكان والكرة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. طالت يا محمد سادات إلى خارج أرضية ملعب المباراة. شاهد من هذا المكان وبهذه التصويبة التي مضت وغادرت أرضية ملعب المباراة طويلة إلى أن ذهبت بعيدة بر الملعب. أغلب هذه الكرات تهدر ولا زالت الأمور مستمرة بالتقدم بهدفين مقابل هدف. نشاهد نتابع، أحبت الوقت يمضي ويداهم مجريات الشوط الأول ولا زال التقدم لمصلحة نادي كربلاء. أكيد هذا الانتصار يعطي دفعة معنوية للاعبين نادي كربلاء ولجماهير كربلاء، هذا في حال إذا خسر نفط البصرة مباراة اليوم أمام نادي ديالى أو تعثر نادي نفط البصرة. وأكيد بقي على نادي كربلاء أن ينتصر في مباراته الأخيرة من أجل ضمان الملحق واللعب في الملحق لدوري النجوم العراق، وأكيد سيواجه واحد من الثلاثة من الدوري الممتاز. إذا نتابع كل ما تبقي بعد خصم 3 نقاط من نادي نفط البصرة بعد اعتراض نادي النجف. هذه كرة وصلت الآن، هذا اشراكي للاعب موقوف، هذه تصل والكرة عادت الآن بهذا التقدم لتصل لستار ياسين. ستار يحاول من ستار توغل والكرة عادت يا ستار لمصطفى راضي، وهنا صافرة الحكم حامد علي أطلق صافرته وخطأ بعد الاشتراك بالكرة الماضية، والخطأ كان بتلك اللقطة على اللاعب نور المصطفى غانم احتكاكه مع اللاعب ستار ياسين. عدت الآن هناك التقدم من حيدر حسين، حيدر والبحث عن زميل، ينتظر حتى عادت يا حيدر والكرة مستمرة. نلعب بالدقيقة 44 من أحداث مباراة اليوم. أيها الأحبة والأصدقاء، نشاهد واحدة من أروع مباريات دوري نجوم العراق لحساب الجولة 37 من منافسات دورينا بعد أن تم التتويج وبعد أن انتهى الاحتفال بهذا الملعب، لكن القمة لا زالت مستمرة من أجل الصراع على البقاء في دوري نجوم العراق ومن أجل ضمان المراكز المتقدمة. نعم الشرطة خلاص حسم الأمور وبقيت الأندية الأخرى
تتنافس هنا من ينافس من أجل البقاء في دوري نجوم العراق، وهنا من يريد أن يضمن المراكز في الوسطى وكذلك ضمن الأندية العشر الأوائل المتقدمة في الترتيب. لكن هنا الإبعاد يأتي والكرة إلى خارج أرضية الملعب، وتارا أبعتها وبعدت من وتارا حتى عادت الآن. سادات لستار ياسين، من ستار ياسين، ماشي ستار بهذه الكرة، وصلت لستار مرة أخرى، تعود هناك نقلة من كرار لستار وعدت لوليد كريم بتسديد، يا وليد كريم سدد بقوة حتى عادت مرة أخرى، تأتي العرضية وهنا الإبعاد من وتارا، أبعتها وتارا. دقيقتين كوقت إضافي لنهاية أحداث الشوط الأول، والتقدم لا زال بهدفين مقابل هدف. هذه الكرة بعد أن مضت وعادت مرة أخرى. جويل الكرة هناك من سامسون لستار، ستار التقدم بوسط ملعب المباراة، نقلة تعود ولكنها انقطعت من نور المصطفى لمصطفى راضي، والإبعاد يأتي هناك من حسن حمزة، مبعد الكرة مرة أخرى لأوس محمد، خطأ سلامة اللاعب أوس محمد بعد التدخل بالكرة الماضية. السلامة للاعب أوس، تدخل مع اللاعب أوس محمد بالكرة الماضية. سلامة اللاعب أولا، السلامة لكل اللاعبين بعد هذا التدخل بالكرة الماضية من اللاعب كرار سالم مع اللاعب أوس. شاهد بهذه الطريقة اشترك اللاعب كرار، وصافرة حكم المباراة كانت حاضرة، والخطأ كان أيضا على اللاعب كرار. السلامة يا أوس. هي لحظات تمضي متبقية من أحداث الشوط الأول مع محبتي التقدم بهدفين مقابل هدف خلال أحداث هذا اللقاء، وخلال عدة مواجهات جمعت الفريقين. يبقى الانتصار الأكبر خلال اللقاءات الماضية ما بين الفريقين. نعم، في موسم 2099-2000 5-0 كانت لنادي النفط على حساب نادي كربلاء، هذه كأكبر نتيجة خلال لقاءات الفريقين. يومها سجل الكابتن مشتاق كاظم سجل ثلاثية، والكابتن ميثم مال سجل هدفين. نعم، في هذه اللحظات نشاهد كمال صاحب الهدفين والكابتن مشتاق غالب المتواجد مع نادي النفط ايضا اللي سجل ثلاثيه في شباك نادي كربلاء. هذه عدت الكره بعد ان مضت والى ان غادرت ارضيه ملعب المباراه. اوس محمد، السلامه لاوس، ودي يكمل ما تبقي من احداث الشوط الاول ومن الوقت الاضافي حتى وصلت الان عند اللاعب سامي. المرور بنقله، عدت التقدم لحسام جاد الله، عدى بالكره حسام جاد الله من الجهه اليسرى يحاول ان يتقدم لكن تنقطع الكره من محمد، وعادت يا محمد سعد الى خارج ارضيه ملعب المباراه. تاتي صافره حكم المباراه تعلن عن نهايه احداث الشوط الاول بتقدم نادي كربلاء بهدفين مقابل هدف. اكيد احبتي سنعود ونكمل ما تبقي من احداث هذه المباراه بعد الاستراحه القصيره حتى ندخل معكم باحداث الشوط الثاني من هذه المباراه. العوده بعد الاستراحه.
برافو علي، خطيرة خطيرة خطيرة، جول 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 جول. محمود أحمد يسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة 25 من عمر المباراة. محمود أحمد بعد كرة كاسر كنت أظن أن لا يجتازها ولا يستثمرها، علي خليل يتوغل ويعيد الكرة على طبق من ذهب إلى محمود أحمد اللي يسجل ثاني أهداف هذا القوسم بعد أن سجل في كتاب القوسم. يسجل اليوم في صراع نوروز كرة جميلة يتوقع من خلالها علي خليل. علي خليل بصراحة هي كرة حلوة على اللاعب. شوف 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 اشتاق من اللاعب مر علي خليل هيئها إلى محمود. محمود لعبها على العمود البعيد وسجل أول أهداف المباراة. شوف 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 السجل رائع 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 من علي خليل. علي خليل محمود أحمد ومحمود أحمد على العمود البعيد يحرز أول أهداف المباراة بمصلحة نادي نصر البصرة في الدقيقة 25 من المباراة، ويسجل هدف الشخص الثاني بعد أن سجل في سباق القاسم. شوف كرة وقدر بخطأ دفاع القاسم بخلاف الإلعاب نوروز. بس خطير خمس أحسن مرة بعد خطرة جول 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 جول. أسو العصرة وعلى صالح يسجل هدف التعادل في الدقيقة 29. علي صالح يسجل في الدقيقة 29 هدف التعادل في فريق الخروج. علي صالح في الدقيقة 29 يسجل هدف الثاني بعد أن سجل في شباك الحدود. كرة عليه شوف شوف كرة ثابتة وفاز الفجر بالحساب. كرة عرضية علي صالح الخارج الرقابة. شوف كيف الدافعين يستمر على زاوية واحدة يضع الكرة في شباك حساب ثاني ويسجل هدف التعادل. شوف الكرة تبدأ أسوأ بعد التعادل وعلي صالح يستقبل الزيادات في الشباك وهدف التعادل لفريق الخروج بعد 6 دقائق يتعادل 1-1 الآن 1-1. شوف علي صالح القادم من الرقابة يلعب الكرة بسهولة داخل منطقة الاستثناءات وقلب السجن اللاعب علي صالح سجاد يحاول فقد سجاد داخل منطقة الجزاء يحاول أن يسجل وجعل هدف اخير. صمد اللاعب كبير وجعل هدف اخير. يتكرر سيناريو مباراة الجولة. يتكرر سيناريو مباراة الجولة. لقد شفنا هذه المباراة وعدته هدف على أخيرا مؤدب. أخيرا مؤدب حتى يسجل في المباراة هدف 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 في الانتصار.
عن الخطورة ومصدرها، هو مصدر الخطورة. هنا التمريرة الجميلة، يحاول يونس. جول 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 جول. يونس حمود يكسر الجمود. دقيقة يونس حمود بعد وقت طويل من الانتظار، بعد وقت طويل من الصبر، يسجل هدف للنجف. يونس حمود وتصويبه خدع فيها أمجد رحيم، قاتل على الكرة، حاول مع الكرة وباستماتة دفاعية بالرغم من خضر علي الذي كان ملتصقا بيونس حمود، إلا أن يونس حمود أصر على التسجيل، أصر على فك النحس، أصر على الإفطار. هل يخلص المباراة مندي؟ مندي والكرة الخطيرة، تصويبة، جول. المدفع السنغالي خلاص يقضي على آمال البرتقالي ويسجل هدف ثاني من دومينيك مندي. استلم الكرة من المنتصف، مر وتقدم وصوب، وأمجد رحيم لم ينجح بتصدي لهذه الكرة، لم ينجح بالتعامل الصحيح مع هذه الكرة. خطأ قاتل من أمجد رحيم يقتل فيها الكهرباء بعد تصويبة قوية من مندي، ومندي يضع النجف، يضع الغزلان بانتصار طال انتظاره من جماهير غزلان البادية. وشاهد الفرحة. جميلة لكيسيندا، كيسيندا يبحث كيسيندا العرضية العالية، هدف أول. الله الله الله، السفانة وأول الأهداف. سفانة الجنوب، نحن الرياح ونحن البحر والسفن، هكذا يؤكد سفانة الجنوب. وبإمضاء من وبرأسية من؟ سالم أحمد اللي هدد بالبداية، والآن يؤكد تقدم الميناء برأسية جميلة مثالية باغتت حارس المرمى عبد العزيز عمار. 9 وسجل بالدقيقة 9 أيضا. هذه فرصة، هذه خطيرة للميناء. الله، جول للسفانة، هدف ثاني للسفانة. حميد علي هو بالدقيقة 40. شوف تبادل التمريرات، شوف علاء عبد الزهرة اللي قدم تمريرة ذكية على طبق من ذهب، والفينشنج اللي كان موجود، الانهاء رغم انها اصطدت في الحارس عبد العزيز عمار، لكن الكرة كانت مباغتة من بين الأقدام، وبذلك حميد علي يسجل ثاني أهداف الميناء. دخول ممتاز، كرة مباغتة صعبة على الحارس. شوف يحتفل. هنا كرة لكربلاء، هذه فرصة للعميد، هذا مرور جميل، هذا تسديده، وهذا هدف أول. الله، جول جول جول، وعن طريق الهداف. عفوا بالإعادة، هي بدأت من مشتاق طالب وتمريرة عن طريق أوس محمد والدخول والتصدي، لكن عبودي كما يحلو أن يسمونه، عبودي عبد القادر طارق يسجل هدف تقليص النتيجة بهذه الأثناء. تمكن من التصدي للأولى عبد سليم حماد، لكن بالثانية كانت صعبة، وبذلك عبد القادر طارق يسجل هدف أول لكربلاء.
السهرات الجميلة تبدأ بالحلوى والحلوى من العمر. تبدأ مباراة اليوم، تبدأ قمة اليوم من أجل كلمة الصقور، من أجل كلمة العريق تأتي عن طريق عن طريق الصبح ولا فوزي من وضعها بالشباك ورسمها مرمى صالح من سجل الهدف الأول حوار وتوجيهات مبادرة وهدف وانطلاقة كبيرة تأتي الآن يبادرون مبكرا والمخرج لا زال عينه على فوزي بالكرة الأخيرة. لاحظوا الذي سجله الصبح والابتعاثات الكرة عالية ورأسية وإصاب الصبح من سجل وليس فوزي والبداية من العماني الرأسية من العماني عرضية رجلا من نشر نيجيريا إلى المسطرة إلى من يبدأها بحلوة عمان. يأتي اليوم ويسجل هدف التقدم للقوة الجوية وسط مع الطرف الاتجاه واليمتبور يبحث عن سليم يبحث عن من يصل واليمتبور الذي هدف ثاني هدف تأكيد الانتصار والانتصار وإن غاب لكن الحضور كبير وإن لم يسجل لكنه لا يسجل إلا أهداف خارقة للعادة. هدف رائع جدا من ويليام تيبور من خط العقاب يسجل اليوم من أجل أن يعود فريق القوة الجوية من أجل عودة الصقور. تيبور يقول كلمة أيضا تيبور يسجل أول أهداف على الصقور. هنا ويليام وصل راح ومصطفى هنا راح مع هبوط الرياح. لاحظوا الكرة الأخيرة وصلت على الكبير ويليام تيبور لوحدة مرة سدد كرة في أقصى الزاوية مع القائم. ما بال القائم الذي ساعد القوة الجوية في هدفين. كرة قوية جميلة من القائم الأيسر من المرمى وصلت إلى هدف ثاني وصلت إلى التأكيد. هنا الهدف هنا الرائع والجميل والاحتفال الرهيب. سعدنا والتشكيلات كانت الصقور سعد يتقدم على جهة الجول على سكة الموت يسير الصخرة ولا يبالي تسير القوة ولا تبالي. من قال إن القوة الجوية ضاع من قال إن القوة الجوية يمر بأيام صعبة وهي عودة الصقور وقد عادت القافلة وقد حلقوا مرة أخرى بالتاريخ والماضي والحاضر وإن عصفت بهم الرياح فالرياح جزء من هوية هذا النادي. سعد علي عبد الجبار وسعد ينفذ على طريقة الكبار وفريق التاريخ يعود بثلاثينا على استاد التاريخ وفي جوار القبر سيد التاريخ في بلاد الرافدين في جوار القبر يا ابو بابا وامام انظار الرسول من جديد انها معنا في الحاضر القريب. سعد يسجل وكرة على بعض يسجل هل هو الرابع يا مسجل هل هو الرابع يا مسجل يا الله. أسد كبير يضع البصمة على رباعية تاريخية. الآن سير الأسد على سير الأسد يأتي بسوكي من بلاد الكاميرون ليسار في بغداد. الكرة من دون أوفسايد الأوفسايد عانت على حكم الفار وحكم الفار سيؤكد لنا الهدف الشرعي من سوكي وصالح المرة لا مجال لا محال. رباعية تاريخية عادت الصقور عادت إلى ثوبها القديم ثوب الإبداع والتألق. أنت ترتدي ثوب العريق أنت تسير برتبة النقيب وهذا عليك اليوم أن تسجل الأهداف وتظهر في هذا الفريق. هنا الحكاية يوسف بمواجهة فهد ركلة الجزاء الآن. يوسف بن سودة يتقدم الله هدف لأربيل. هولير يتقدم الامبراطور وعن طريق التونسي هداف الفريق يوسف بن سودة يسجل اول اهداف المباراة ليتقدم من ركلة جزاء القلعة الصفراء باول الاهداف. هنا في فرانسو حريري يتقدم ويسدد بيساره على يسار حارس المرمى ليتقدم أربيل ليسجل أربيل ويفتتح باب التسجيل في مرمى فهد طالب في مرمى الطلبة
هدف مقابل لا شيء الآن، هدف مقابل لا شيء الآن. فرحة سمير بابو العراقي بعد ما تركنا الشوط الأول ينتهي بتقدم نادي كربلاء بهدفين مقابل هدف لمصلحة نادي النفط. وكذلك أتينا لمجريات الشوط الثاني، شوط المدربين، شوط التكتيك، شوط الحلول الفنية. فما هي الخطة التي رسمها الكابتن عادل نعمة وما هي خطة الكابتن عباس عطية لمجريات الشوط الثاني من هذه المباراة لحساب الجولة 37 من منافسات دوري نجوم العراق؟ بعد أن مضت الكرة إلى خارج أرضية الملعب نتابع ونشاهد هذه الكرة التي أبعدت وغادرت أرضية ملعب المباراة. وكذلك بعد أن غادر أرضية ملعب المباراة محمد سادات، وأيضا أشرك اللاعب أحمد صبري عند انطلاق الشوط الثاني من هذه المباراة. هنا التقدم، هنا العبور لنادي كربلاء، ولكن تنقطع من دفاعات نادي النفط. هذه الكرة بعد أن وصلت هناك بالمباراة التي انطلقت بنفس التوقيت. هنا التقدم من أحمد صبري، والكرة عادت هنا تحت أقدام أحمد البديل وعدت بهذا التقدم. ذكرنا مباراة ديالا ونفط البصرة لا زالت بتقدم نادي ديالا بهدف دون رد، وهذه الكرة بعد أن وصلت هنا المحاولة لا زالت قائمة بهذا التقدم ما بين الفريقين. اليوم مباراتين، كذلك يوم غد أيضا ستنطلق 3 مباريات. مباراة نفط ميسان بمواجهة نادي النجف، والكهرباء يواجه القرمة، زاخو يواجه القوة الجوية، وأيضا الأحد أربيل يواجه الكرك، والطلبة يواجه نادي القاسم وتوت بمواجهة نادي نوروز. هذه الكرة بعد أن عادت الآن. هنا التقدم لا زالت بهذه الكرة والمحاولة. كل من الفريقين لديه مباريات متبقية عدا هذه المباراة. النفط سيواجه الزوراء، وكربلاء يواجه نادي الحدود في مباراته الأخيرة المتبقية من دوري نجوم العراق. نتابع بعد أن مضت هذه الكرة، وهنا التقدم من جويل، تشوفوا يلعبها، نعم، أول من ودع والهبوط الرسمي لنادي الحدود. وبينما نادي كربلاء حتى الآن متقدم بهدفين، يريد أن يضمن النقاط الثلاثة لكي يكون برصيد 25 نقطة، ولديه الأمل بأن يلعب مباراة البلاي أوف من خلال مباراة القادمة أمام نادي الحدود. هذا في حال إذا خسر نادي نفط البصرة مباراة اليوم أمام ديالا بعد سحب 3 نقاط من نادي نفط البصرة بعد اعتراض نادي النجف على نفط البصرة. أكيد أصبح برصيد 26 نقطة بدلا من 29 نقطة. هذه عدت في حال إذا حقق انتصارين نادي كربلاء سيلعب مباراة البلاي أوف. نعم، هذه مضت، ونفط البصرة ممكن أن يهبط رسميا في حال إذا خسر مباراة أمام نادي ديالا. هذه وصلت الآن وعدت بهذا التقدم. الإبعاد يأتي، هنا الكرة وصلت ولا زالت مستمرة، ونادي ديالا عدت بهذه الكرة في حال إذا حقق 3 نقاط سيصبح برصيده كذلك 43 نقطة ليحتل المركز السادس عشر بدلا من السابع عشر. وعدت الكرة بالرأس، هنا نقلة ولا زالت مستمرة حتى هذه اللحظات بعد أن وصلت هناك بهذا التقدم لتبعد. هذه تعود الآن، لازلنا نشاهد. نعم، مضت الكرة هناك بعد ذلك التقدم. عفوا، نفط البصرة يصبح برصيد 28 نقطة، إذن يتعادلون بالنقاط في حال إذا فاز نادي كربلاء بالمباراتين المتبقيتين. وكذلك هذا ما يطمح له نادي كربلاء بأن تكون خسارة نادي نفط البصرة من نادي ديالا، وبمباراة المتبقية
هذا في حال إذا تغلب في المباراتين أكيد سيكون التعادل مستمر وتبقى الأفضلية لكون نادي كربلاء تغلب على نادي نفط البصرة بهدف وأيضا تعادل مع نفط البصرة. وهذه كرة بعد أن غادرت لازلنا نتابع أحبتي. هل الكابتن عادل نعمة والكابتن المشتاق؟ نعم المتواجد هنا الكابتن المشتاق كاظم. اللقطة الماضية نتابع عدة لقاءات التي جمعت لقاءات الفريقين كما ذكرت 13 انتصار لنادي النفط، 4 انتصارات لنادي كربلاء، حضر التعادل ب9 لقاءات، 1-1 هذه النتيجة حضرت خلال 7 لقاءات خلال مواجهات الفريقين، وهدفين نعم خلال أحداث مباراة اليوم لنادي كربلاء مقابل هدف وحيد. التعادل سلبي حضر مرتين خلال المواجهات. نظرت لي الكابتن حيدر عبودي بهذه الدقائق بماذا فكر حيدر عبودي والكابتن عباس عطية من أجل عودة العميد للمنافسة. نعم عانى كثيرا هذا الموسم نادي كربلاء كابتن حيدر عبودي والكابتن عباس عطية خلفا للمدرب حسن أحمد بهذا الموسم. حاول بكل ما لديه الكابتن حسن أحمد بأن يعيد الفريق للمسار، لكن المنافسة كبيرة هذا الموسم ما بين أندية دوري نجوم العراق. نتابع ونشاهد حتى هذه اللحظات كل الأسماء التي مثلت هذا الكيان الكبير نادي كربلاء. نعم العميد الذي تأسس عام 1958 الذي أنجب الكثير من الأسماء الكبيرة من الأعلام من المدربين من اللاعبين. نتحدث عن من وتترك من؟ عن الكابتن علي جابر وعن الكابتن صاحب عباس، الكابتن جاسم محمد، عيسى حسين رضا، صقر عجيل، هذه الأسماء، فلاح حسن، عادل عبد العزيز، فاضل عبد الحسين، رافد محمد، وهادي جابر، عبد الغني، نبيل زكي، الكثير من الأسماء التي لعبت لنادي كربلاء، حسين فرهود، أنس جاسم، حيدر بدر، أحمد مالك. هذه الكرة بعد أن وصلت وتطول القائمة بتلك الأسماء التي مثلت نادي كربلاء، لكن نعم الحسرة نعم واضحة واللوم على فريق نادي كربلاء بعد أن وصلت هذه الكرة. عادت الآن ولا زالت مستمرة في هذا التقدم. هذا ما يطمحون إليه نادي كربلاء من أجل الوصول وتحقيق 3 نقاط، بينما نادي النفط يسعون من أجل الوصول وتعديل النتيجة. تصل الآن بمصلحة نادي النفط ستار ياسين وبالراس تتخلص من ستار لتصل هناك صافرة وخط. صافرة حكم المباراة هذا أحمد صبري المتواجد باللقطة الماضية، اللاعب الذي اشترك بدلا من اللاعب محمد سادات بتلك اللقطة. وهنا كما شاهدنا صافرة حكم المباراة ذكرنا توج بلقب الدوري للمرة الرابعة بالسوبر هاتريك نادي الشرطة، وابتعد كثيرا عن أقرب منافسي نادي الزوراء الذي نعم شاهدنا وعشنا تلك المنافسة الكبيرة خلال الجولات ال10 الأخيرة ما بين الشرطة والزوراء. كانت المنافسة كبيرة جدا، تارة الصدارة تكون للزوراء ومن ثم تعود للشرطة، وبعدها تم حسم الأمور عند خسارة الشرطة أمام نادي القاسم. بالمناسبة يا جماعة نادي القاسم خلال نعم 3 مواسم متتالية يعيق سير الأندية الجماهيرية في مناسبتين كانت المنافسة مشتدة ما بين نادي القوة الجوية والشرطة، وتغلب على القوة الجوية وأعطى الصدارة لنادي الشرطة. ومن ثم في موسم هذا أتحدث عن موسم 21-22 خسر القوة الجوية مع نادي القاسم وذهبت الصدارة إلى نادي الشرطة، ومن ثم حقق من خلالها الشرطة لقب الدوري. بعدها بموسم كذلك تعادل القوة الجوية مع نادي القاسم وذهب الصدارة الترتيب وابتعد بها نادي الشرطة ليحقق اللقب. نعم وكذلك بهذا الموسم أيضا يتغلب على نادي الزوراء الذي كان من أقرب المنافسين على صدارة الترتيب وخطف اللقب، لكن عندما خسر أمام نادي القاسم ذهبت الصدارة وابتعد بها نادي الشرطة ليحقق اللقب لدوري نجوم العراق للمرة الرابعة على التوالي. هذه وصلت الآن هنا التقدم هنا العبور. الشرطة ب 86 نقطة والزوراء
ب 77 نقطة تصل مرة أخرى. هنا التقدم من العبور، الشرطة عند مباراة متبقية أمام نادي القاسم، وهنا التصدي باللقطة الماضية. والزوراء في الجولة القادمة سيواجه نادي النفط، تصويبة اللاعب حسام جاد الله، بينما نادي زاخو الذي نعم يكسب المركز الثالث ب 67 نقطة عفوا، والطلبة في المركز الرابع ب 60 نقطة، بينما القوة الجوية في المركز الخامس ب 57 نقطة. أما المركز السادس من نصيب نادي القرمة، الفريق المجتهد الطموح لأول مواسمه في دوري نجوم العراق ب 55 نقطة. نادي توك في المركز السابع ب 54 نقطة. وأما المركز الثامن حتى الآن لنادي النفط. هذه كرة بالراس، عدت هنا الانتقالة، تعود لستار ياسين وطالت على ستار إلى أن غادرت أرضية الملعب. النفط متأخر بهذه المباراة ب 53 نقطة. المركز الثامن، المركز التاسع من نصيب نادي القاسم ب 51 نقطة. أما في المركز العاشر نادي أربيل ب 50 نقطة. المركز الحادي عشر نوروز 49 نقطة. 48 نقطة نادي نفط ميسان. المركز الثاني عشر، المركز الثالث عشر من نصيب نادي الكهرباء ب 45 نقطة، وكذلك النجف في المركز الرابع عشر ب 43 نقطة، وكذلك الكرخ بالمركز الخامس عشر بالمركز ثلاثة ب 43 نقطة. في المركز الخامس عشر كذلك أيضا نادي ديالى بالمركز السادس عشر، الميناء السابع عشر، الثامن عشر، حتى هذه لحظات الصراع ما بين نادي نفط البصرة في المركز الثامن عشر والتاسع عشر أصبح نادي كربلاء بعد تقدمه بهدفين. المركز الأخير عاد للحدود مرة أخرى. نادي الحدود هذا الموسم من أسوأ مواسم الحدود في دوري نجوم العراق، حيث لن يسجل إلا 34 هدف، بينما استقبلت شباكة 77 هدف. هذه عدت هنا التصويبة وإلى خارج أرضية الملعب، غادرت أرضية ملعب المباراة. ورأيت المساعد مصطفى نوح، المساعد الثاني لحكم المباراة مصطفى نوح في اللقطة الماضية. شاهد هنا الإعادة، وكانت هناك الراية بقرار نعم سليم من المساعد، وبتلك اللقطة التي غادرت أرضية الملعب. نادي كربلاء كما ذكرت هذا الموسم فاز ب4 مباريات فقط، بينما الحدود استطاع في المباريات الأخيرة أن يتغلب ب7 مباريات وتعادل بمباراتين، لكن خسر 28 مباراة خلال مباريات دوري نجوم العراق، كأكثر الأندية استقبالا للخسارة. ومن ثم نادي كربلاء ونفط البصرة كل منهم خسر 22 مباراة. هذه كرة بعد أن مضت، بعد أن ذهبت. أقل الأندية خسارة هذا الموسم هو نادي الشرطة، حيث لن يخسر إلا ب3 مباريات. لازلنا نتابع، والأكثر انتصارا نادي الشرطة، انتصر ب 26 مباراة خلال هذا الموسم، وكأقوى خط هجوم في دورينا. نعم نتابع الشاهد، تمكن من تسجيل 73 هدف بينما استقبلت شباكه 21 هدف. أقوى منظومة دفاعية وأقوى خط هجوم، وكذلك هداف دورينا أيضا من نادي الشرطة اللاعب مهند علي ب 27 هدف. الإبعاد حاضر بالكرة الماضية، أغلب هذه الكرات تهدر، ولكن هنا عند اللاعب حسام عادت من وليد. هنا تأتي العرضية، تستمر والإبعاد، تتخلص مرة أخرى. أبعدت هذه الكرة، لا زالت مستمرة، التحدي ما زال مستمر. هذا أحمد الوجيه باللقطة الماضية، أبعد تلك الكرة أحمد الوجيه، وكرار رزاق على التنفيذ من كرار رزاق، يلعب الآن يا كرار، ولا زالت مستمرة يا كرار رزاق، تعود الآن بهذا التقدم. والكرة بعد أن وصلت محاولة عدت هنا بهذه الكرة لتصل للحارس وليد عطية باللقطة الماضية. يا وليد، أغلب هذه الكرات وبهذه المحاولات المستمرة ما بين لاعبي الفريقين، هنا من يحاول أن يتقدم ويعيد المباراة بهدف تعادل، وهنا من يسعى من أجل الوصول لكي يتقدم بهدف ثالث. لازلنا ننتظر بهذه الكرة، عدت الآن
هي لتصل من جديد. هنا الكرة عند نادي نفط ستار. ياسين يحمد أم تصل بنقله، لا زالت كرار يحاول الآن للحظة الصبري، وبهذا التدخل الكرة وصلت لسامي هيد. سامي يحاول أن يعيد الكرة، لا بل سقوط اللاعب حيدر حسين باللقطة الماضية وخطأ. بعد ذلك التدخل، شاهد ما بين الوجيه وحيدر بالكرة الماضية. سلامة اللاعب، سلامة لكل اللاعبين. مباراة مستمرة حتى الآن أحبتي. نادي النفط يبحث عن هدف يعدل نتيجة المباراة من خلاله، وكذلك أيضا نادي كربلاء الذي يريد أن يبتعد بهذه المباراة من أجل التقدم بالمباراة. نظرت الكابتن عباس عطية بهذه اللحظات وهو يتأمل بأن يبقى التقدم لنادي كربلاء من خلال أحداث هذه المباراة. هدف التعادل كذلك يأتي لمصلحة نادي نفط البصرة في شباك نادي ديالى. تستمر المباراة بالتعادل ما بين الفريقين. نعم، هذه مضت وعدت الكرة إلى أن أبعدت إلى خارج أرضية ملعب المباراة، فأغلب هذه الكرات تهدر حتى هذه اللحظات، والمباراة ما زالت مستمرة بهذا التقدم. هنا من حاول، هنا من يسعى، هنا من يريد الوصول لكي يكسب نقاط المباراة. والسامسون زير على ما يبدو نعم تعرض لإصابة باللقطة الماضية، أو كان هناك شد عضلي عند اللاعب سامسون زير باللقطة الماضية. هذه عدت هنا للأمام، تصل بمنتصف ملعب المباراة لنادي النفط. من النفط عدت لكتيبة المدرب عادل نعمة. سامسون يعود لأرضية ملعب المباراة، وهناك أحمد صبري عدت لحسام جاد الله يحاولون المرور، الدخول بهذه الكرة هنا خطيرة، ولكن انقطعت الكرة لتعود مرة أخرى. شاهد الإبعاد، بعد ذلك التدخل والكرة وصلت هنا بهذا التقدم. هنا المرور، مشتاق عدى، مشتاق لنادي كربلاء، والكرة لا زالت بهذه المحاولة هنا تنقطع لتعود مرة أخرى. شاهد مشتاق يطالب حكم المباراة بخطأ، لكن الكابتن حامد علي يطلب استمرارية اللعب باللقطة الماضية حتى عادت مرة أخرى. هي بوسط ملعب المباراة عند اللاعب سامي، حين يلعبها من سامي لسامسون. سامسون دير، منقول الكرة من سامسون لكرار. بعد ذلك التدخل ما بين اللاعب جويل تشوفو واللاعب مشتاق باللقطة الماضية. شاهد بهذا التدخل، وهنا التصويبة إلى خارج أرضية الملعب، راحت بعيدة برا الملعب، غادرت يا سامهين اللاعب اللي سجل الهدف الوحيد لنادي النفط. يحاول سامهين بأن يعيد المباراة للتعادل لنادي النفط. نعم، هل يكون التعادل العاشر لنادي النفط هذا الموسم، أم تكون كذلك الخسارة؟ ربما تكون الخسارة العاشرة لنادي النفط هذا الموسم، أو التعادل الخامس عشر من خلال أحداث مباراة اليوم. ومن خلال هذه الدقائق المتبقية لأحداث هذه المباراة نتابع نشاهد. لا زالت الأمور مستمرة بتقدم نادي كربلاء لنادي العميد. يحاول هذا الفريق بكل ما لديه من إمكانيات نعم أن يقدمها بهذه المباراة حتى الرمق الأخير، وهم يريدون الانتصار من أجل المحاربة في هذه المعركة، معركة البقاء. إما أن أبقى في دوري نجوم العراق، أو إما أن أرفع الراية البيضاء وأستسلم عندما يلوح المنديل الأبيض ونقول وداعا لنادي كربلاء. نعم، قدم موسما مثيرا، لكن شاءت الظروف بأن لا يتواجد في دوري نجوم العراق بعد كل التحديات التي واجهها هذا الفريق. رغم تلك المعاناة لكنه لا زال يقدم كرة قدم بروح شبابية بمنافسة رائعة جار الأندية الكبيرة، وقدم معطيات كبيرة. لكن هذه كرة القدم إذا لم تعطيها فلم تعطيك، وحاولوا أن يعطوها كل شيء، لكن تبقى هي الفوز والخسارة والتعادل، وأحيانا تعتمد في مباريات الدوري على كسب النقاط.
من يكسب الأكثر نقاطا يبقى ويضمن بقاء في ترتيب الدوري. عبد العزيز عمار، يلا يا عبد العزيز تنفذ الآن. تصويبة طويلة من عبد العزيز عمار ونقلة عدت أمامية، الكرة وصلت، هذه عدت بهذا التقدم والمباراة مستمرة. نعم أحبتي، بعد أن مضت تلك الكرة وبعد أن عدت هذه لتصل مرة أخرى. شاهد هنا تعود، ربما الكرة بعد أن عدت هنا لستار يحاول التقدم. هناك في المباراة الأخرى يأتي الهدف الثاني، يقلبونها نادي نفط البصرة ويتقدمون على ديالى بهدفين مقابل هدف. نعم عادت مباراة ديالى ونفط البصرة وتقدم نادي نفط البصرة بهدفين مقابل هدف. هذه كرة وصلت الآن، لكن مباراة كربلاء لا زالت مستمرة هنا أمام النفط كذلك بهدفين. وأحمد بتصويبه هنا الإبعاد والتألق من الحارس عبد العزيز أبعدها إلى خارج أرضية ملعب المباراة. أبعدت الكرة يا حيدر وغادرت أرضية ملعب المباراة. مبعدة يا حيدر اللقطة الماضية وتغادر أرضية الملعب. هنا كرار على التنفيذ الآن لكرار ينفذ هذه الركنية والارتقاء كولابي، هذا الارتقاء والصعود بالراس. عادت كرار مرة أخرى، كرار تأتي العرضية كرار وتصل مرة أخرى، تعود هنا لمصلحة نادي كربلاء. عدت لمصطفى والعبور بهذه المرة لنادي كربلاء أوسم لنور. مشتاق حاول ولكن هناك ربما تكون صافرة. لا بالحكم المباراة يطلب استمرارية اللعب ولا وجود لشيء لمصلحات اللاعب أوسم محمد بتلك اللقطة. يا حامد بتلك اللقطة كانت المطالبة، لكن الكرة تصل الآن بوسط ملعب المباراة مجددا وهي تعود عند هذه اللقطة بالشاشة المصغرة. شاهد بهذا التدخل، الاعثار كان بتلك اللقطة، لكن حكم المباراة طلب استمرارية اللعب ولا وجود لشيء. وعادت لنادي نفط ساميهين من ساميهين يلعبها لسامسون، عند سامسون النيجيري، تعود من أحمد يلعبها لحيدر، كرار من كرار رزاق وإلى خارج أرضية الملعب. مصطفى راضي اللاعب الموهوب بصفوف نادي كربلاء، عدت وتراجع اللاعب مصطفى راضي للخلف، يحاول أن يتقدم، نقلة مصطفى راضي يلعبها والكرة عادت عند اللاعب سامي. تتهيأ الكرة هناك من حسام، أعادها حسام إلى الأمام لكرار سالم وتصل من ستار ياسين. الإبعاد يأتي من اللاعب محمد سعد، إبعاد لهذه الكرة من محمد سعد، تتخلص يا محمد. وأغلب هذه المحاولات هي تستمر حتى هذه اللحظات، والتقدم لا زال بهدفين مقابل هدف وحيد. الكرة بعد أن عدت وبعد أن مضت فكل شيء يداهم معطيات هذه المباراة. النفط عن طريق ستار ياسين يحاولون الوصول وتسجيل هدف تعادل. هل يعيدون هدف التعادل بهذه المباراة؟ هل يتقاسمون نقاط هذه المباراة بما تبقي من أحداث اللقاء، أم يستمر التقدم بهدفين مقابل هدف؟ سلامة اللاعب، سلامة لوليد، سلامة اللاعب وليد كريم بعد التدخل بالكرة الماضية. أتمنى سلامة للاعب وليد كريم بعد هذا التدخل من اللاعب حسن حمزة صاحب الهدف الأول بالمباراة. تلك اللقطة شاهد الإعادة والإبعاد كان بأطراف الأصابع من الحارس عبد العزيز بهذه اللقطة وهذه التصويبة الجميلة التي أبعدت. تسديدة اللاعب حيدر حسين سدد بقوة ولكن الكرة إلى خارج أرضية ملعب المباراة. تصويبة اللاعب حيدر حسين التي غادرت أرضية الملعب بإبعاد من الحارس، ولا زلنا نتابع نشاهد هنا بعد صافرة حكم المباراة. كل شيء لا زال مستمر حتى هذه لحظات التقدم أكيد بهدفين مقابل هدف
هذا يعطيك الأفضلية بأن تقدم كل ما لديك من أجل الحفاظ على نتيجة المباراة، بينما الفريق الآخر الذي يسعى من أجل الوصول وتعديل نتيجة المباراة لما تبقي من أحداث اللقاء. نلعب بالدقيقة 70 من أحداث هذه المباراة. نعم 20 دقيقة على الأقل متبقية لنهاية أحداث المباراة. نادي النفط يسعى بالوصول والتقدم من خلال مباراة اليوم، وكذلك كسب الهدف في التعادل الذي يعدل ويعيد الأمل ويعدل نتيجة المباراة. لكن بعد أن وصلت هناك بذلك التقدم والإبعاد يأتي هنا أخرى بنقلة. هذا هو جويل تشوفه باللقطة الماضية الواضح بالصورة. ولا زالت المباراة هناك بالكرة الجانبية تنفذ الآن لمصلحة نادي كربلاء. يحاولون مصطفى بمنتصف الملعب للمصطفى راضي، عدت يا راضي، مرت يا راضي، وهنا التقدم تعود لمصلحة نادي النفط بهذا العبور. أحمد صبري، من أحمد صبري نقلة تتهيأ الآن، يحمد صبري لوليد، وعادت مرة أخرى. شاهد بهذا التقدم لستار، يلعبها، هيئ الأمور ستار، هنا ممكن أن يكون، والإبعاد يأتي، تتخلص إلى خارج أرضية الملعب، أبعدت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. محمد سعد وستار حاول التقدم بهذه العرضية، أوتارا ذهب وبالراس أبعد محمد سعد إلى خارج أرضية ملعب المباراة. الكرة غادرت أرضية ملعب المباراة. نتابع نشاهد من خلال هذه الكرة الثابتة الركنية الآن لمصلحة نادي النفط. أحمد صبري هو على التنفيذ، أحمد يا صبري على التنفيذ لهذه الكرة الثابتة، تلعب من أحمد صبري لستار، ستار لأحمد صبري، عدت هنا تحت العرضية، وهنا الراسية، جاء الخبر السعيد وعادت بهدف التعادل. حسام جاد الله أجادها، نعم وضعها في الراس من حسام جاد الله خلف، يسجل هدف التعادل، يجيدها ونعم ويسكنها في شباك كربلاء بهدف ثاني لنادي النفط، وهدف العودة هدف التعادل من حسام جاد الله. هنا العرضية من أحمد صبري إلى حسام ليسجل هدف بالراس بطريقة جميلة ليعلن عن خامس أهداف هذا الموسم، هو بعد أن سجل في شباك نفط البصرة والقاسم وأربيل هدفين، هنا يسجل في شباك نادي كربلاء ويعدل نتيجة المباراة، كأنه يريد أن يقضي على أمال نادي كربلاء من خلال هذا الموسم، هذا الهدف وبتلك الرأسية من اللاعب حسام جاد الله خلف، يسجل هدف جميل برأسية جميلة. عادت الآن هنا التقدم مرة أخرى ولتصل، عادت المباراة بالتعادل بهدفين مقابل هدفين بعد أن تقدم نادي كربلاء، وعاد نادي النفط وعدل نتيجة المباراة، من ثم جاء الهدف الثاني لنادي كربلاء واستمر حتى الدقيقة 70، لكن في هذه الدقائق عاد نادي النفط وعدل نتيجة المباراة. نعم هدفين مقابل هدفين. إذن هل يتقاسمون نقاط هذه المباراة نادي النفط ونادي كربلاء، أم نقول وداعا لكربلاء وداعا لنادي العميد، ونراك في مواسم قريبة إن شاء الله. نادي كربلاء الذي عانى كثيرا هذا الموسم ومر بتلك التجربة التي مر بها نادي الميناء، لكن الميناء نعم بعد أن هبط وعاد بعد موسم مباشرة لدوري نجوم العراق، هل يفعلها ويعود عند الهبوط لكن تصل مرة أخرى، أم يتقدم هنا بهدف يكون ثالث؟ لن تنتهي الأمور بعد ولا زالت هناك دقائق، لكن هنا راية من المساعد مصطفى نوح، الراية المساعد مصطفى نوح المساعد الثاني لحكم المباراة. هذه الكرة بعد أن وصلت مرة أخرى نشاهد بعد أن عادت بهذا التقدم مصطفى راضي، من مصطفى راضي
عدى بالكرة لأوس محمد، يتهيأ الأمور، يبحث عن زميل مشتاق. هناك التقدم، يزالوا يتقدمون ولكن هناك راية وخطأ. بعد ذلك التدخل، خطأ كان على اللاعب بالكرة الماضية صلاح حسن. خطأ كان على اللاعب صلاح حسن بهذه اللقطة مع اللاعب جويل. شوفوا بعد التدخل مع اللاعب أحمد صبري، اللاعب اللي اشترك بالشوط الثاني وأيضا ساهم بصناعة الهدف الثاني بالمباراة، هو هدف التعادل لفريقه أحمد صبري. كذلك هذا اللاعب عنده أيضا 5 أهداف مع نادي النفط. لازلنا نتابع حتى هذه اللحظات ونشاهد. هذا أوس محمد يبقى هداف دورينا. مهند علي ب27 هدف يتصدر قائمة الهدافين لهذا الموسم، ويلي الهداف الثاني جوستافو هنريكي لاعب نادي ساخو البرازيلي ب17 هدف. مروان حسين ب16 هدف لاعب نادي نوروز. 15 هدف للاعب سيف رشيد لاعب نادي القاسم. أمجد عطوان 13 هدف. سايمون بسوفا كذلك ب12 هدف. الحارث حاتم ب12 هدف، وإيزي ب12 هدف، ومحمود المواش 12 هدف. هذه الكرة وصلت الآن والتقدم لا زال مستمر حتى هذه اللحظات بهذه الكرة التي عدت هنا لنادي النفط بالوسط. ستار ياسين يحاول العبور من ستار، والكرة بنقلة يا ستار تصل وللأمام. هناك محاولة مستمرة. نعم، تبادل الهجمات بعد أن تقدم نادي كربلاء، وهنا التوغل الافتكاك لهذه الكرة عند لاعبي نادي النفط يحاولون الوصول من أجل التقدم لتسجيل هدف ثالث. كربلاء يسعى لتسجيل هدف ثالث، ونادي النفط كذلك يطمح لتسجيل ثالث أهداف المباراة. نتابع من يسجل الهدف الثالث بهذا اللقاء. والكرة عند اللاعب ستار ياسين أبعدت، وأحمد هناك التدخل. صافرة حكم المباراة تشير لوجود خطأ بعد التدخل باللقطة الماضية. هذه الرأسية بعد هذه الكرة التي أبعدت، وكانت المطالبة هناك من لاعبي نادي النفط في تلك اللقطة، لكن كان الإبعاد حاضرا. والبطاقة الصفراء أيضا كانت على اللاعب عبد العباس أياد. البطاقة الصفراء أشهرت على اللاعب عبد العباس أياد. هنا المرور ومحاولة العبور والمطالبة هنا. نعم، ركلة جزاء لمصلحة نادي كربلاء وخطأ وفيها بطاقة صفراء. نعم، حكم المباراة يحتسب ضربة جزاء الآن لمصلحة نادي العميد لكربلاء. خطأ على اللاعب جويل. تشوفوا باللقطة الماضية، شوفها بالإعادة. هذه اللقطة جميلة من اللاعب مشتاق طالب، وهنا المحاولة. هنا نعم إعاقة لمرور اللاعب مصطفى راضي بهذا التدخل وبهذه اللقطة، وعرقلة كانت من المدافع على اللاعب مصطفى راضي، هو الذي حاول أن يتقدم ويعدي، لكن كانت هناك عرقلة. وصافرة حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لنادي كربلاء وبطاقة صفراء. البطاقة الصفراء على اللاعب، هل فيها قرار؟ هل يذهب ليتأكد حكم المباراة الكابتن حامد علي أم هو نعم مصر على قراره بعد أن كان قريب من الحالة باللقطة الماضية؟ نشاهد الآن، نتابع ليتأكد. هناك الكابتن مهند مناب بغرفة الفار وقرار عبد الكريم ليتأكدوا في حال إذا كان هناك شكوك بشيء يعلمون حكم المباراة. نتابع، لكن الحكم كان قريب واحتسب نعم ركلة جزاء لنادي كربلاء. إذا ماذا هناك يا مشتاق؟ يذهب خلف الحكم ليتأكد إذا كان هناك شيء. حتى هذه اللحظات تعاد اللقطة ليتأكد من حكام الفار، ويبقى القرار عند حكم المباراة أكيد، لكن في حال إذا كانت هناك شكوك بقرار حكم المباراة يستدعي حكم الفار ليلقي نظرة ويتأكد حتى تحسم الأمور كي لا يظلم أحد الفريقين. لهذا وضعت تقنية الفار، وكذلك عالجت الكثير من الأخطاء في دورينا هذا الموسم
وأيضا الكابتن حامد علي ينتظر حتى الآن ليأتي القرار هناك من غرفة الفار. هل كان أيضا اعثار غير متعمد وتدخل غير متعمد من قبل اللاعب جويل تشوفه مع اللاعب مصطفى، لكن بهذه اللقطة ترتكز يد اللاعب على كتف اللاعب مصطفى راضي، لكن عند سقوطه نعم هو تعثر وسقط. لكن هنا العودة يذهب الحكم ليتأكد ويلقي نظرة بالشاشة ليتأكد ويحسم قراره، وإذا كانت فيها نعم ركلة جزاء ستحتسب لمصلحة نادي كربلاء أو لا أكيد ستلغى. هذه كانت فيها إشكالية من قبل حكام الفار وتم استدعاء لكي يلقي نظرة بالشاشة. شاهد هنا بهذا الفيديو الإعادة، الكرة تحت أقدام اللاعب مصطفى راضي. بعد هذا التقدم هذا العبور كانت يد اللاعب نعم جويل تشوفه على كتف اللاعب وسقوط اللاعب مصطفى راضي. هل كان فيها نوع من التمثيل من اللاعب مصطفى راضي أم كان سقوط نعم فعلي بعد أن وضع يد اللاعب جويل تشوفه على اللاعب مصطفى راضي بهذه اللقطة؟ استحقت أن تكون ركلة جزاء لنادي كربلاء. يبقى القرار عند حكم المباراة، هو عندما يعود سيحسم الأمور، سينهي الجدل ويعطي قراره إذا كانت بالفعل ركلة جزاء أم لا. هم ينتظرون قرار حكم المباراة الكابتن حامد علي بهذه الإعادة. شاهد سقوط اللاعب، تعثر خلف اللاعب مصطفى راضي. جويل شوفوا بهذه اللقطة تعاد لأكثر من مرة، وكأن الكابتن مهند مناف والكابتن كرار. يقول لي الكابتن حامد علي القرار عندك يا كابتن في حال إذا احتسبت ركلة الجزاء أم إذا ألغيت. يعود الحكم بعد أن ألقي نظرة في الشاشة ماذا سيقول. نعم تحتسب ركلة الجزاء لنادي كربلاء بعد العودة والتأكد من الفار. وعاد حكم المباراة وألقى نظرة واللاعب جويل تشوفه كان غير راضي غير مقتنع. بعد العودة الحكم هنا على ما يبدو سيشرك لاعب آخر علي ماجد سيشترك الآن، والكابتن عادل نعمة كذلك يتكلم مع الحكم الرابع أحمد جمعة. سامسون ترك أرضية الملعب، سامسون يترك أرضية ملعب المباراة. ومن على التنفيذ؟ هل هو مصطفى راضي من يتقدم أم اللاعب أوس محمد؟ أوس محمد عنده 3 أهداف هذا اللاعب، هل يدون هدفه الرابع؟ وهل يضع العميد في مقدمة المباراة من جديد بهذا الوقت؟ هل يكون الانتصار الخامس لنادي كربلاء خلال هذا الموسم؟ يتقدم أوس محمد. أوه لا يا أوس، عادت الآن والكرة ضاعت هنا من جديد. ماذا فعلت يا أوس محمد؟ أضحت آمال العميد وتألق وليد عطية وأبعد تلك الكرة، تصدى لركلة الجزاء ويحرم اللاعب أوس محمد. ماذا هناك من جديد؟ تنفذ الكرة الآن، الركنية الآن لمصلحة نادي كربلاء. يتابع أحمد صبري يعتذر من حكم المباراة، والركنية لنادي كربلاء. كانت فرصة ذهبية محققة أمام نادي كربلاء، لكن هناك كرة بالراس، أضاعوا ركلة الجزاء وممكن أن تكون هنا والإبعاد تتخلص لتعود مرة أخرى. مضت ولا زالت بتلك الكرة التي عدت، هذه بمحاولة مستمرة بتقدم حتى هذه اللحظات. نشاهد ماشي بهذه الكرة عدت الآن وتستمر بهذا التقدم بعد أن غادر أرضية الملعب سامسونج دير وأشرك اللاعب علي ماجد. هذه الكرة بعد أن وصلت لعبة لنادي نفط الوسط ولعبة أيضا لنادي القاسم. هذه كرة مستمرة، إبعاد لتعودها مرة أخرى. وليد يحاول من حسام، جاد الله لستار، ستار عدى بهذه الكرة من ستار، تأتي العرضية وهنا بالراس تتخلص لتعود مرة أخرى، ممكن أن تكون بهدف ثالث، لكن الكرة عند اللاعب حسام جاد الله بنقلة لستار ياسين
وتعود مرة أخرى. هنا تتهيأ، هنا ضغط على دفاعات نادي كربلاء، ولكن هنا الكرة تعود من أوتارا. أوتارا ينتفض يلعبها طويلة من أوتارا، والكرة أبعدت إلى خارج أرضية الملعب. هذا وليد نعم الذي تمكن من اصطياد تلك الكرة التي تم تنفيذها لضربة الجزاء، ولا زلنا نتابع حتى هذه اللحظات، لا زلنا نشاهد بعد ذلك التصدي بالكرة الماضية. نعم هذه الإعادة لتسديدة اللاعب أوس محمد أضاعها. هنا كرة جول 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 جول. نعم يا أحمد صبري، هنا يا أحمد صبري، وكأن عادل نعمة يقول خلاص قد نفذ صبري، وجاء أحمد صبري بهدف ثالث في المباراة. تغيرت الأمور، ارتدمت بالقائم ودخلت المرمى بهدف ثالث هنا لتصبح ريمونتادا لنادي النفط. شاهد هذه الإعادة بنقلة من أحمد صبري في القائم الأيسر، ومن ثم في شباك الحارس عبد العزيز عمار بهدف ثالث بالمباراة من البديل هنا من أحمد صبري. لن يلمسها أحد، بل لامست القائم الأيسر ودخلت المرمى لتعلن عن ثالث أهداف المباراة. نجح به النفط ما لم ينجح به نادي كربلاء، ليعلنون عن ثالث أهداف المباراة، كأنهم يريدون أن ينهون آمال العميد بهذا الموسم، بهذا الانتصار، بهذا التقدم ب3 أهداف مقابل هدفين. ساءت الأمور على نادي كربلاء بعد أن أضاع أوس محمد ركلة الجزاء. ساءت الأمور. هنا يريد أن يجدد ليكتب الانتصار ال14 هذا الموسم للمدرب عادل نعمة، بينما بتلك الكرة التي مضت لازلنا نتابع حتى هذه اللحظات. بعد أن غادرت أرضية الملعب وهنا الكرة وصلت، بدأت تغييرات المدرب عادل نعمة حتى هذه اللحظات. هذه عدت الآن، هي مستمرة، والتقدم ب3 أهداف مقابل هدفين أصبحت بريمونتادا لنادي النفط. يفعلونها ويسجلون 3 أهداف. نعم في الشوط الأول كانوا متأخرين في المباراة بهدفين مقابل هدف، لكن في الشوط الثاني تغيرت الأمور. شرك اللاعب عبد الله حسون، كذلك مباراة نادي أيضا ديالا لا زالت مستمرة بالتعادل أمام نفط البصرة. وبعد هذه المحاولة التي وصلت كل شيء مستمر حتى هذه اللحظات. هنا بهذا التقدم بهدفين كانت لنادي كربلاء، عاد نادي النفط ونعم بالفعل قلص نتيجة المباراة، ومن ثم قلب الأمور لمصلحة النفط ب3 أهداف مقابل هدفين. هذه الكرة وصلت، هنا المحاولة لا زالت مستمرة. مصطفى راضي يحاول أن يعدي، يحاول العبور مصطفى راضي، وتنقطع من دفاعات نادي النفط. من النفط حتى الآن متقدم بهذه المباراة من 53 نقطة، يصبح الآن برصيد 56 نقطة. هل يحافظ على نقاط هذه المباراة؟ هذا في حال نادي النفط إذا تمكن من الانتصار بهذه الدقائق المتبقية، سيقفز من المركز الثامن إلى المركز السادس بسلم الترتيب، وينتظر المباريات المتبقية، مباراة القرمة والكهرباء، وكذلك مباراة كوك ونوروز الذين ينافسون على هذا المركز. وليد يترك أرضية ملعب المباراة بهذه اللحظات، ويشرك اللاعب باولو فيكتور بدلا من اللاعب وليد. ترك أرضية ملعب المباراة وحسام. نشاهد الآن هنا التقدم بهذه الكرة التي عدت الآن ولا زالت مستمرة. إبعاد إلى خارج أرضية الملعب، أبعدت الكرة. سلامة اللاعب باولو فيكتور، سلامة اللاعب باولو فيكتور
بعد ذلك التدخل باللقطة الماضية من اللاعب عبد العباس اياد. تدخل عبد العباس اياد بالكرة الماضية وخطأ كان في تلك اللقطة، وايضا صافرة حكم المباراة كانت حاضرة. سلام لي اللاعب باولو فيكتور، اشترك للتو ويشكو الآن بعد هذا التدخل بتلك الكرة. الآن هنا مصطفى محمد على ما يبدو سيشترك بدلا من اللاعب أوتارا. مصطفى محمد بدلا من اللاعب أوتارا بهذه اللحظات، ومن يشترك الآن خلاص. نعم مستمرة المباراة، يتجمد رصيد نادي كربلاء على 22 نقطة والهبوط الرسمي رفقة نادي الحدود. هذه كرة وصلت الآن، عدت ولا زالت مستمرة. كان عنده أمل بسيط لكن خلاص انتهى الأمل وانتهت آمال جماهير نادي كربلاء خلال هذا الموسم 24-25، وسيهبط للدوري الممتاز رفقة نادي الحدود. لتعود مرة أخرى بينما نفط البصرة سيلعب مباراة البلاي أوف. عدت هنا بنقلة في الملحق، هنا بنقلة تصل والابعاد يأتي من جويل تشوف بهذا التقدم إلى الأمام، لا زالت مستمرة. هنا الكرة تعدي بوسط ملعب المباراة ونلعب بالوقت الإضافي من أحداث هذه المباراة. 6 دقائق كوقت إضافي لنهاية أحداث المباراة. التقدم لا زال لنادي النفط أحبتي ب3 أهداف مقابل هدفين. أحمد صبري سجل الهدف الشخصي السادس هذا الموسم، وكذلك سجل اللاعب حسام جاد الله. هذه الكرة بعد أن وصلت وسجل سامي هين للأمام. ستار ياسين، هذه عدت. هنا التقدم، محاولة من جديد من أحمد، يعيد الآن بتصويبة من مكان بعيد بأحضان الحارس. نعم كرة بأحضان الحارس عبد العزيز عمار باللقطة الماضية. لا زلنا نتابع، لا زلنا نشاهد. هذه مضت، هي عدت مرة أخرى. هنا من يحاول التقدم ويحاول العبور من أجل الوصول بتعديل نتيجة المباراة. هل يتمكنون من العودة وهل يعدلون نتيجة المباراة بما تبقي من الوقت الإضافي؟ يسعون جاهدين لاعبي نادي كربلاء، لكن الأمور لا زالت بعيدة. كل هذا البعد التي استمرت من خلال المباراة. نعم حاولوا بالعديد من الفرص وأرادوا واقتربوا كثيرا وتحصلوا على ضربة جزاء لكن أضاعوها. وهنا الركنية تنفذ، كرة بالراس أبعدت لكن بنقلة وصلت مرة أخرى ولا زالت مستمرة حتى هذه اللحظات. يبقى واحد من أكبر الانتصارات لنادي كربلاء. هذه كرة عدت، هي الآن ممكن أن تكون بالهدف الرابع، ممكن أن تكون لا 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 بعيدة يا وليد كريم إلى خارج أرضية الملعب. ضاعت إلى أن غادرت أرضية ملعب المباراة. نعم طالت الكرة بعيد. كابتن وليد تحدثت عن انتصار موسم 2010 3-1 يوم سجل مصطفى محمد هدفين وهاشم رضا سجل هدف، علي كاظم سجل هدف وحيد، كذلك ايضا من تلك المباراة هدف وحيد لنادي كربلاء ب3 أهداف مقابل هدف. هذه النتيجة. وكذلك موسم 94-95 3-2 كانت لنادي كربلاء. 2-1 ايضا بموسم 2011. الركنية الآن أحمد هو على التنفيذ، صاحب الهدف الثالث، البديل الناجح على التنفيذ لهذه الركنية. تنفذ من أحمد صبري والكرة بالراس. الرابع ماذا هناك؟ حكم المباراة ماذا يشاء الله؟
أشار لها الحكم المباراة حامد علي. نعم، ووليد كريم الذي أعلن عن رابع أهداف المباراة. بالوليد كريم يسجل رابع أهداف المباراة. هذا هو وليد. هنا الركنية تنفذ من أحمد صبري، ووليد كريم بالرأس هنا في العارضة ومن ثم في المرمى لتعلن عن رابع أهداف المباراة بهدف رابع بالوقت القاتل. وليد كريم من القائد كأنه يتحدى بهذه الظروف القاسية. نادي كربلاء لا يتهاون ويسجل هدف رابع في المباراة لتصبح ب4 أهداف بريمونتادا قاتلة. 4-2 نتيجة المباراة. النفط نعم يقسون على دفاعات وشباك نادي كربلاء برباعية. 4 أهداف مقابل هدفين. وليد كريم يسجل هدف جميل براسية. أحمد صبري هذا اللاعب الموهوب عندما اشترك سجل هدف وصنع هدفين، والآن هو يحاول أن يقدم كل ما لديه بهذه المباراة. 4 أهداف أصبحت نتيجة المباراة مقابل هدفين. وليد كريم كذلك هذا اللاعب اللي أعلن عن 5 أهداف خلال هذا الموسم، وهي مباراة رائعة. الوقت يمضي وبلحظات متبقية على نهاية أحداث المباراة. بالوقت الإضافي يأتي رابع الأهداف. كان نادي كربلاء حتى الدقيقة 70 متقدم بالمباراة بهدفين مقابل هدف، وكانت الأمور طيبة بالنسبة لنادي كربلاء، لكن ساءت الأمور عند دخول اللاعب وليد كريم وكذلك باولو فيكتور. وهذه الكرة التي وصلت الآن، هنا التقدم، هنا العبور، لا زالت الخطورة. كنا نمني النفس بأن نرى نادي كربلاء يعود في المباراة أو ينتصر في المباراة، لكن هذا هو حال كرة القدم. هذا هو حال كرة القدم. لا بد أن تقدم كل ما لديك، وهم قدموا كل ما لديهم من أجل أن يضمنوا البقاء، لكن البقاء بهكذا مرحلة صعبة، وأنت في المراكز الأخيرة شيء صعب جدا أن تناله في كرة القدم. لا بد أن تقول نعم وداعا لنادي كربلاء، نعم وداعا بحسرة وألم، لأننا سنودع أحد أندية دورينا بالهبوط الرسمي لدوري الممتاز. هارد لك لنادي كربلاء، ونعم نتمنى العودة الموفقة إن شاء الله في المواسم القادمة. مبارك لنادي النفط الفوز ب4 أهداف مقابل هدفين. شكرا للفريقين. تقبلوا تحياتي معلق اللقاء حسين الساعدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.